الهدوء سبق أم أعقب العاصفة؟ لا فرق، فعاصفة الاحتجاج هنا بابن بوعياش نواحي الحسيمة بدأت ليلة الخميس الماضي، نتيجتها اشتباكات بين القوات العمومية ومحتجين أسفرت عن اعتقالات وإصابات واحتراق لممتلكات خاصة، كهذا المقهى الذي التهمته ألسنة النيران فأضحى أثرا أسودا بعد عين. الجيران شافوا العافيه نايضه في القهوه ودخاخن تخرج وهذه وجا موراهم واحد الاخ ديالي جاب الناس ديال البومبيه هما اللي طفاوها. تنقيد الدعوه ديالي ضد مجهول وتنطلب التعويض ديالي في الممتلكات اللي ضررت بها القهوه. وانتم شفتوا كيفاش ولات الحاله ديال المقهى. الاحتجاج بدأ على خلفية تدخل القوات العمومية أمام باشوية المدينة لفك اعتصام ضربه محتجون يطالبون بإطلاق سراح أحد أعضاء الحركة الاحتجاجية، وكذا تدخل القوات لفتح الطريق الوطنية رقم 2 التي قطعها محتجون. هي أزمة تقول ساكنة إنها ليست وليدة اليوم، والاحتجاجات انطلقت منذ مدة رفعت خلالها مطالب اجتماعية. زالت تعيش أوضاع جد صعبة نظرا للاحتجاجات المتواصلة هذه مدة أزيد من سنة، والاحتجاجات كان في الشارع في مدينة بني بوعياش عندها مطالب اجتماعية، لكن لا حياة لمن تنادي. غياب الحوار هو اللي أدى إلى تعزم الوضع إلى هذه الدرجة. المطالب ديال السكان غتكون مطالب مشروعة، لا أعتقد أنها خرجت على السياق ديالها فيما يخص المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. الماء، الضوء، التشغيل، البنى التحتية، تزفيت الطرقان. أرى أن المسؤولين عاجزين تمام العجز، بل رافضين تمام الرفض في الاستجابة لكل المطالب ديال السكان شبابا كان أو شيوخ. فتح قنوات الحوار مطلب أساس لحل مشاكل البنية التحتية الضعيفة بابن بوعياش. المدينة تفتقد إلى عدد من المرافق الحيوية والخدمات الاجتماعية والصحية، ناهيك عن مطلب إعادة هيكلة السوق العشوائي الذي يؤرق بال التجار. النداء اللي بغينا نصلحوا هذا بني بوعياش ان شاء الله على جميع الاصعده، من ناحيه التجاره ويديروا الشوارع ويديروا لنا السوق مزيان ويديروا لنا الباركي فين يوقفوا السيارات ويديروا لنا المسائل المرافق الصحيه، المسائل اللي كيحتاجها المواطن. حاليا كاين عده دراسات تنجز تخص تطهير السائل وتزفيت ديال الشوارع، كذلك واحد المشروع اجمالا فيه تقريبا 25 مليار سنتيم. مدة الإنجاز؟ مدة الإنجاز غادي تكون 2 سنين إن شاء الله. وبالإضافة إلى هذه المشاريع البنيوية الأساسية كاين هناك عدة مشاريع اجتماعية، كاين مدرسة تكوين مهني اللي غادي تكون عندنا بني بوعياش. مواجهات أخرى مماثلة اندلعت ليلة أمس بإمزورنا المجاورة لبني بوعياش. مجموع الأشخاص المقدمين إلى النيابة العامة إلى حدود الآن بلغ 16، بينما وضع 20 شخصا تحت الحراسة النظرية، والأهم توحيد جهود الجميع لوضع خارطة طريق تلمس فيها الساكنة إشارات ثقة في تحقيق المطالب.